بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضرتك. يا رب تكونوا بخير وصحه وسلامه وسعاده. وقبل دايما ما نبدا موضوع حلقتنا لازم كلنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. اهلا بكم في قناه الجماهير والكوره. النهارده ان شاء الله باذن الله عندنا حلقه مهمه جدا هنتكلم عن احداث الكره المصريه، وامتى الكره المصريه هتتطور، وامتى هيكون عندنا دوري قوي وعندنا محترفين كويسين، وامتى يبقى عندنا المنتخب بتاعنا يبقى قوي، وعندنا اتحاد كورة قوي بياخد قرارات، ويعني بيطبق لوائح تكون مش على هوا حد او على مزاج حد او متفصلة على نادي كأي نادي. يعني انا كأهلاوي، كحد زملكاوي، كأي لوائح المفروض او قوانين بيطبقها اتحاد الكورة المفروض تتطبق على كل. انا كاهلاوي برفض اصلا اللي اي حاجه، اي حاجه تتعمل تكون للاهلي حاجه ايه، متفصله كحاجه الاهلي عقوبات، كعقوبات كاي حاجه تبقى متفصله للنادي الاهلي او متفصله لنادي الزمالك او باي نادي بعينه. احنا عايزين اتحاد الكوره يا ريت يعمل لنا دوري كويس. بصراحه الواحد انت عندنا دوري فيه اهلي وزمالك بس. هل تتفقوا معايا ان احنا عندنا هما فرقتين اللي هما الانديه الشعبيه بتاعتنا اللي هما الاهلي والزمالك، هم دول اللي احنا بنتفرج عليهم. حتى عندنا مثلا كان نادي غزل المحله وهبط، ده كان نادي شعبي. كان عندنا نادي اسوان وهبط، ده برضو كان نادي شعبي. عندنا نادي الاسماعيلي برضو بيعاني جامد قوي في حته اللي هو بقاله سنتين ثلاثه عمال بيعافر اللي هو يكون في الدوري. طب دلوقتي موضوع الانديه الشعبيه اللي هي بيبقى ليها جمهور زي الاسماعيلي والاتحاد والمصري، والانديه دي كانت زمان كانوا بنتفرج على مباريات جامده بينهم وبين الاهلي وبين الزمالك، وكانت بتبقى متوشه قويه. ايه اللي حصل، وايه اللي إيه اللي رجع الانديه دي ورا؟ الانديه دي رجعت ورا لان ما اتحاد الكوره ما بيديش فلوس للانديه دي اللي هي تطور من نفسها، اللي هي تقدر تجيب لعيبه وتقدر اللي هي تكمل في الدوري وتقدر اللي هي تبقى في مركز كويس. الانديه الجماهيريه انتوا عارفين طبعا الكوره للجمهور. احنا دلوقتي عندنا اما الاهلي بيلعب الزمالك الملعب بيبقى مليان، الاهلي مثلا بيلعب الاتحاد الملعب بيبقى مليان، الاسماعيلي بيلعب الزمالك، او الانديه الشعبيه دي كلها بتدي حلاوه للدوري، والجمهور طبعا بيدي حلاوه للدوري. فطبعا احنا نفسي بجد الواحد اللي احنا نتفرج على دوري كويس. تحكيم برضو لازم، التحكيم برضو عندنا بصراحه مش عارف، الواحد في فار وبيبقى فيه اخطاء كبيره جدا. الحكام برضو بيتهاونوا عنها. حاجات بتبقى قدام عين الواحد، كور بتبقى فاول، بتبقى ضربات جزاء، بيبقى المفروض لعيبه اللي هي تطرد، الحكم بيبقى ولا كأنه موجود. انا مش بتكلم على نادي بعينه كاهلاوي، او بتكلم كنادي عين او كزملكاوي. انا هنا قناتي بتكلم بمحايده بصراحه. انا دلوقتي كراجل اهلاوي هطلع الزمالك لو خد بطوله هبارك له وهبارك لجمهوره، الاهلي لو طلع خد بطوله الف مبروك، الزمالك لو كسب هقول لهم الف مبروك، الاهلي لو كسب هقول له الف مبروك. انا هنا طالع بتكلم بحياديه في القناه. فاحنا بصراحه بنشوف حاجات غريبه. حتى الواحد لما بيجي يتفرج على ماتش في الدوري المصري بتلاقي التصوير غريب. حتى بيكون القناه مثلا اتش دي، بتلاقي التصوير ما بيكونش اتش دي خالص، بيبقى التصوير اس دي. تحس لو طب هو ده الاتش دي؟ هو ده التصوير اصلا بتاع الدوري بتاعنا؟ هل الدوري بتاعنا وصل لمرحله الانحدار اللي احنا نيجي نصور، او اللي احنا نيجي يبقى في مباراه شغاله تبقى المفروض تصويرها اتش دي، نرجع للاس دي تاني، او نرجع للصوره اللي هي الرديئه تاني؟ واحنا هنبتدي امتى نتطور احنا هنبتدي امتى نتطور؟ انا بصراحه كنت في ماتش في الاستاد وشفت العربيه اللي هي بتاعه التصوير. بصراحه عربيه عربيه اللي بتصور اصلا، والكاميرات حاجات قديمه جدا. حاجات بصراحه قديمه جدا. انا اتفاجئت العربيات دي بتصور المطوشه بتاعه الاهلي وبتصور المطوشه بتاعه الزمالك. احنا التصوير رايح عندنا في داهيه، الاخراج، الاعداد. بصراحه الواحد دلوقتي مش هقول لك الدوري الانجليزي او الالماني او الاسباني او الخمس دوريات الكبرى دول لا، احنا عشان عارفين الناس دي في حته ثانيه خالص. اتفرج على الدوري السعودي دلوقتي، اتفرج على الدوري الاماراتي، اتفرج على الدوري القطري. يعني الناس دي بتقعد تتفرج على المباراه، بصراحه بتستمتع. حتى لو انت مش بتستمتع بلعيبه، بس بتستمتع بملعب، بتستمتع بتحكيم، بتستمتع باجواء ماتش. حتى بقت التيشيرتات اللي هم بيبقوا لابسينها بصراحه تصميمها بيكون كويس. انا بهتم بهتم بكل تفصيله في اي دوري انا بتفرج عليه، او انا بحب الكوره من زمان.
فعشان كده يعني طالع اتكلم في الموضوع ده معاكم. يعني انت بتتفرج على الدوريات العربيه، كل تفصيله معمول حسابها. الملعب، جمهور، تصوير، لبس اللعيبه، التنظيم، بعد الماتش اللعيبه بتسلم على بعض ومفيش اي مشكله. احنا امتى هنوصل، يعني امتى هنوصل اللي احنا يعني الكرة بتاعتنا تتطور، فعلا يبقى عندنا دوري بجد؟ امتى هيبقى عندنا دوري؟ انا مش عارف امتى هيبقى عندنا دوري بجد. يعني السنه دي الدوري العام الاهلي مستلمه في ماتش حارس الحدود. والله انا مش بتكلم كده عشان انا اهلاوي. الدرع الدوري جاي لا مؤاخذه يعني في كيس كمامه. يعني ده هل ده الدرع اللي بقاله من سنه 48 تيجي عشان تسلمه النادي؟ الدوري المصري يعني مصر بجلاله الادراع، الدرع يتحط في شنطه زباله او في شنطه كمامه ويخش بيه الاستاد؟ يعني هل ده هيليق بينا احنا كدوري مصري او كمصريين؟ مش عارف بصراحه، يعني مش عارف يعني حتى اتحاد الكوره مش عارف يعني. مفيش قرارات، سمك، لبن، تمر هندي، عقوبات، لعيبه بتعمل زي واقعة حسين الشحات دي. طبعا طلع ياخد 20,000 جنيه غرامة ومباراتين. طبعا أنا مش موافق على الكلام ده خالص. يعني المفروض العقاب يكون أكبر من كده. باهر المحمدي أما ضرب محمد هاني برضو مفيش أي عقاب. دونجا أما عمل الحركة بتاع زيزو ديت مفيش أي عقاب. كهربا أما طلع، أنا برضو ضد الكلام ده، أما طلع غنى وشتم جمهور الزمالك برضو مفيش قرارات على لعيبه. ما اللعيبه بقى بتعمل كل حاجه على مزاجها دلوقتي. وبعدين دلوقتي يعني برضو في نقطه عايز اتكلم فيها تاني. يعني حكايه اسعار اللعيبه داخل مصر. يعني اللعيبه دلوقتي تيجي تشتري لعيب كسواء اهلي او زمالك يقعد يقول لك 40 و50. يعني نادي بيراميدز يعني خلاص خلص 3 صفقات من نادي فيوتشر. هياخد مهند لاشين، وهياخد مهند لاشين، اللهم صل على حضرة النبي. هياخد مهند لاشين، وهياخد محمد رضا بوبو، وهياخد محمود مرعي. هياخد 3 لعيبة. تخيلوا يعني قيمة ال3 لعيبة دول كام؟ 150 مليون دولار، 150 مليون جنيه مصري. يعني 3 لعيبة ب150 مليون جنيه مصري. قول لي يعني ايه قيمتهم اللي هم 3 لعيبة؟ النادي بيراميدز هيشتريهم ب150 مليون جنيه مصري. يعني مش عارف بصراحة. يعني أنا كواحد بصراحة بشجع كورة و... وكواحد أهلاوي، والله العظيم ما في لعيب في مصر يسوى اللي هو ياخد له 10 مليون جنيه. يعني أحرى لعيب في مصر، لعيب في مصر هياخد له من 10 ل15 مليون. يعني بكلمك في مليون في الشهر. انما دلوقتي النادي الاهلي يجي يطلب محمد رضا بوبو من نادي فيوتشر يقول لك 80 مليون جنيه مثلا. يعني انا بمثل لك مثلا. نادي الزمالك يجي يطلب محمود حماده من فاركو يقول له 40 مليون جنيه، ولعيب عنده 28 سنه. طب هو يعني ليه 40 مليون جنيه؟ يعني بجد والله يعني اسعار بصراحه يعني مش عارف. يعني حتى دول شمال افريقيا كالجزائر كالمغرب كتونس، يعني بيروحوا يشتروا لعيبه افارقه بمبالغ. يعني بيروحوا يجيبوا لعيبه ب 100,000 دولار، 200,000 دولار. اغلى لعيب بيجيبه ب 500,000 دولار. تعال انت عشان الاهلي يروح يشتري لعيب او الزمالك يشتري لعيب ب2.5 مليون دولار، ب3 مليون دولار، ب5 مليون دولار، عشان يسمعوا بس اللي هو راح الاهلي او راح الزمالك. طب احنا ليه يعني ما نتذكاش زي الناس دي ونروح نجيب اللعيب؟ حتى لو هو لعيب كويس وعايز يتطور نقدر ان احنا نطوره. انما احنا ما نروحش نشتري لعيبه غاليه قوي يعني. يعني انا برضو صفقه امام عاشور برضو ليها عليها تعليق كبير برضو. يعني انت لعيب اصلا امام عاشور مستقبل وكل حاجه، وكان لعيب كبير في نادي الزمالك وصفقه قرن. بس انت تروح تدفع فيه 3 مليون، 3 مليون ونص دولار، يعني حوالي 120 مليون جنيه. تروح تجيب لعيب ب 120 مليون جنيه. يعني ولعيب ايه هيلعب في الدوري المصري؟ يعني مش محترف او الكلام ده كله. برضو صفقه يعني مبالغ فيها. صفقه مبالغ فيها. الاهلي بيتعاقد مع رضا مثلا السليم اللي هو المغربي ده. الصفقه هتخش لها برضو في 3 مليون دولار. مبلغ برضو. يعني انت بتتكلم في 90 مليون جنيه ولا 100 مليون جنيه مصري برضو. صفقه برضو غاليه. انا عارف ان مستوى كرة القدم واللعيبه دلوقتي بقت غاليه ويعني، بس المبالغ برضو عاليه. احنا ما نروحش نجيب لعيبه غاليه قوي كده. ماشي، احنا ممكن نجيب لعيب 2 لعيبه مثلا من بره، يعني 1,000,000 دولار، 1,500,000 دولار مثلا، ونهتم بالناشئين بتوعنا، بالناس اللي احنا بيلعبوا عندنا في النادي.
يعني بسم الله ما شاء الله، نادي الاهلي ونادي الزمالك فيهم ناشئين وفيهم لعيبه، يعني لو ركزوا معاهم احنا مش هنشتري لعيبه من بره، مش هنحتاج ان احنا نشتري لعيبه من بره خالص يعني بصراحه. انما صراعات الانديه، واهلي وزمالك وانا وبيراميدز اللي عمال بيخش في كل صفقات بت بيبرمها الاهلي، او اللي هو مثلا الاهلي حط عينه على لعيب او الزمالك حط يعني يفضل يغلي 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 على اللعيب لغايه ما يرفعوا السعر بتاع اللعيب. طب ما انا اطلع ناشئ. طب ما احنا عندنا الزمالك السنه اللي فاتت طلع سيف فاروق جعفر، وطلع يوسف اسامه نبيه، وطلع عبد الله سيد نيمار، وطلع لعيبه كتير جدا الناشئين، خد بيهم الدوري سنتين، وكانت لعيبه كويسه جدا ومتربي في النادي. ايه المشكله؟ النادي الاهلي طلع رمضان صبحي وطلع تريزيجيه وطلع وغيره 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 من الناشئين. دلوقتي بقى الانديه والمدربين بيجوا بقوا عايزين اللعيب الجاهز، فاحنا لازم نشوف الناشئين بتوعنا برضو يعني. بصراحه انا عجبني يعني قرار اتحاد الكوره اللي هو موضوع اعاره اللاعبين، يعني الاهلي عنده اكتر من 20 لعيب معار، والزمالك برضو عنده لعيبه كتيره جدا معاره. عجبني اللي هو حته اللي هو يعني يعني النادي ليه 7 لاعبين اعاره بس. ايوه انت طلع 7 لاعبين اعاره، ما تطلعش اكتر من كده كويسين، لا اما تبيعهم. ما انت بالتالي كده هتبتدي تفرز اللعيبه، هتبتدي تفرز الناشئين بتاعتك، هتبتدي اللعيبه ذات نفسها تعرف انت إيه اللي عندك كويس او ايه اللي مش عندك كويس. يبقى عندك فرقه كويسه في الناشئين بتقدر ان انت تختار منها، بتطلع شويه للفريق الاول، 2 3 لعيبه شويه بيكملوا في الدوري اللي هم بيلعبوا فيه في دوري الجمهوريه، وبتطلع 5 6 لعيبه لو شافهم مستويات كويسه يبتدوا اللي هم مرحله اعارات، يبتدوا اللي هم يشتغلوا، يبتدوا اللي هم يرجعوا تاني. احنا مش هنفضل احنا نشتري لعيبه من بره، يعني الكره هتوصلنا لفين؟ احنا ولا انجلترا ولا السعوديه ولا اوروبا ولا قطر ولا الامارات بصراحه، عشان يعني نروح نجيب لعيبه ونشتري لعيبه واسعار، ونروح نجيب لعيبه واللعيبه دي نسيبها بفلوس يعني اقول لك على حاجه، الزمالك جاب لعيبه من بره يعني كتير، يعني جاب خالد بوطيب ورفع الزمالك قضيه واحتمال الفيفا تحكم له ب3.5 مليون دولار. جاب اتشيمبونج ومشى وما خدش برضه بقيت عقده، والزمالك برضه رفع قضيه وكسب القضيه اتشيمبونج، وهياخد من الزمالك 200 ألف دولار. ده غير الغرامه بتاعت شيكابالا اللي يعني الزمالك عليه حوالي مليون و500 ألف دولار. ده مبلغ كبير برضه يعني نادي الزمالك دلوقتي ولا عارف يعيد لعيبه ولا عارف يشتري لعيبه يعني. برضو الزمالك رايح في حته تانيه، الزمالك عليه مديونيات كبيره جدا، الزمالك عليه فوق المليار مديونيات.